برغم القانون ممكن تلاقي نفسك وقعت في فخ التزوير من أقرب الناس ليك. أول حاجة لازم نعرفها إن التزوير مش مجرد تغيير توقيع أو تزوير مستند. التزوير في القانون المصري ليه تعريف واسع وبيشمل أي محاولة لتغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، سواء كان التغيير ده بالكتابة أو الحذف أو بالإضافة. بمعنى ممكن تكون ضحية للتزوير من غير ما تحس، لمجرد إن حد استخدم اسمك أو توقيعك بطريقة غير قانونية. إزاي بيتم التزوير؟ كتير مننا ممكن يقع ضحية التزوير سواء عن طريق صديق أو قريب بيستغل ثغرات بسيطة. زي إيه؟ ممكن تلاقي حد ماضي باسمك على عقد بيع، أو استخدام أوراقك الرسمية من غير علمك عشان يعمل صفقة مشبوهة. الأخطر من كده إن بعض الناس بيلجأوا للتزوير في معاملات يومية زي الإيجارات أو حتى التوكيلات. طب إيه هي النتائج المترتبة على التزوير؟ التزوير مش بس بيأثر عليك، لكن كمان بيأثر على كل اللي حواليك. مثلا لو حد زور شهادة ميلاد، ده ممكن يسبب مشاكل للأطفال في مستقبلهم، سواء في التعليم أو في التوثيق القانوني. والأهم من كده إن النتائج القانونية ممكن تطول وتلاقي نفسك متورط في قضايا أكبر بكتير. طيب عايز أعرف العقوبات القانونية للتزوير. القانون المصري مش بيتهاون مع قضايا التزوير. العقوبات بتختلف حسب نوع التزوير وحجم الضرر اللي تسبب فيه. في حالات التزوير البسيط العقوبة بتوصل لحد الحبس 3 سنين وغرامة مالية، لكن لو التزوير كان في مستندات رسمية زي عقود الزواج أو شهادة الميلاد، العقوبة بتبقى أكبر بكتير وبتوصل للسجن لمدة ممكن توصل ل7 سنين. وتعالى أقول لك آخر التعديلات في العقوبات. القانون المصري شدد العقوبات مؤخرا عشان يقفل الباب قدام اللي بيلعبوا في المستندات الرسمية. فبدل ما كان التزوير في بعض الحالات بيتعامل معاه بتساهل، النهارده القانون بقى بيحط عقوبات أشد بتوصل لسجن لمدة أكبر وغرامات مالية ضخمة. التعديلات دي جت عشان تحمي حقوق المواطنين وتحد من استغلال الناس للثغرات القانونية. طب إزاي أحمي نفسي من التزوير؟ أهم نصيحة هي إنك تحافظ على أوراقك الرسمية بشكل آمن وما تحاولش تمضي على أي مستند من غير ما تقراه كويس. لو عندك شك إن حد زور توقيعك أو استغل أوراقك، أول خطوة هي التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي. القانون بيحميك، لكن لازم تكون واعي لحقوقك وتتصرف بسرعة. طب في حل ألحق بيه نفسي بعد فوات الأوان؟ ممكن تكون وقعت في فخ التزوير وما اكتشفتش غير بعد الأمور ما خرجت عن السيطرة، لكن حتى في الحالة دي لسه في خطوات ممكن تحمي بيها نفسك. 1. التوجه للنيابة فورا. أول خطوة هي تقديم بلاغ رسمي في النيابة. لازم توثق أي دليل عندك يثبت إنك ضحية التزوير زي التوقيع الأصلي أو شهود يقدروا يأكدوا إن التوقيع مزور. 2. الاستعانة بخبير خطوط. تقدر تطلب من المحكمة تعيين خبير خطوط عشان يراجع التوقيع أو المستند اللي تم تزويره. الخبراء دول بيقدروا يحددوا بدقة إذا كان التوقيع بتاعك أو لا. 3. طلب إلغاء أي معاملات مبنية على التزوير. لو التزوير أدى لإنشاء عقد بيع أو توكيل، تقدر تطلب من المحكمة إلغاء العقد أو التوكيل ده بناء على إن التزوير أبطله من الأساس. 4. رفع دعوى تعويض. لو التزوير ده سبب ليك في خسائر مادية أو معنوية، تقدر تطلب تعويض من اللي زور توقيعك أو استغل أوراقك. في النهاية برغم القانون ممكن تلاقي نفسك وقعت في فخ التزوير بسبب حد قريب منك أو مستغل الثغرات. عشان كده لازم تكون دايما واعي وتحافظ على حقوقك. التزوير مش حاجة بسيطة والعقوبات ممكن تكون كبيرة، فلو شكيت في أي حاجة الحل إنك تتوجه للقانون وتاخد الخطوات اللازمة بسرعة. نصيحتي الأهم، خلي بالك من أي ورقة بتمضي عليها ودايما اتأكد من صحتها. القانون في صفك، بس الوعي أهم سلاح. وخليكم فاكرين اللي معاه الروشتة القانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.